ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ لسه صاحي من النوم؟ حاسك كده نايم اكتر من 8 ساعات ومش فاهم في ايه. صاحي؟ يا رب تكون كويس. انت وحشني وقعدتنا دي وحشاني عشان بنتلم فيها كده، عشان نتلم، عشان في حاجات محتاجه تتلم. يلا نتلم. اهلا وسهلا. ازيكم؟ عمرك حسيت انك نايم 8 ساعات وصحيت مش مجهد بس مش قادر تتحرك؟ حتى مش عشان خاطر انت جعان ولا انت حتى تعبان بدنيا، انت بس مش قادر تتحرك، مش قادر تبدأ، حاسس ان في جواك تقل، اكنك شايل جبل فوق صدرك. تاخد بق؟ جسمك تقيل بس دماغك نايمه، حتى لو انت صاحي مش حاضر. تقعد تقول لنفسك انا كسلان، انا فاشل، بس الحقيقه انت ممكن ما تكونش كسلان خالص، انت بس ممكن تكون مخنوق من جواك. الخنقه اللي جواك دي عباره عن خمول نفسي، مش كسل ولا تعب. تاخد بق؟ فاحنا النهارده جايين نفرق عن الاسباب بتاعت الخمول اللي محدش بياخد باله منها وما بيحاولش يصلحها وبيقول لك بس انك كسلان، وعن خطوات بسيطه ترجع لك لنفسك الحياه. اتفقنا؟ تاخد بق؟ اهم حاجه بقى نبدا بيها الاول ان احنا نفرق بينهم. الكسل بيساوي انك مش عايز، الخمول بيساوي انت عايز بس مش قادر. الكسل بيجي لما بتبقى مرتاح ومش عايز تتحرك، لكن الخمول بيجيلك لما تبقى متكركب من جوه، مش قادر تبدأ حتى لو عايز، في حاجة تقيلة عليك، زعلان، متضايق، خسرت حد. وده بيخلي الناس اللي عندهم خمول هي اكتر ناس بتجلد نفسها. مش انت اكتر حد بيجلد نفسه؟ انا واخد بالي، عشان كده الفيديو ده ليك، لانك دايما بتبقى عايز انك انت تعمل وتحل المشكله وتروح وتيجي و بس مش قادر، ومش فاهم في نفس الوقت انت ليه مش قادر. الخمول النفسي عامل زي ان انت تغرق في البحر، ومش لانك مش بتتحرك فبتغرق، لان في حاجه بتشدك من تحت، انت على قد ما تقدر بتحاول تطلع. تاخد بق؟ اسباب الخمول النفسي: كل لحظه كتمت فيها حاجه جواك، كل خناقه سكت عليها، كل احباط ما اتكلمتش عنه، كل ده بيتخزن جواك، وكل ده بيضغط على طاقتك. تاخد بق؟ واول حاجه معانا هي التراكم العاطفي، لحد ما جسمك بيجي ويقولك كفايه، كفايه بقى عليا كده، انا مش قادر اتحمل اكتر من كده. وده بيبان في خمول، نوم مفرط، لا مبالاه، زهق، صداع دايما. اكتب، احكي، عيط لو لازم، اتكلم، طلع اللي جواك وحل، حتى لو بالكلام مع نفسك. لازم تفرغ، عشان ده بيساوي اول طريق للخروج من الخمول. تاخد بق؟ اصعب حاجه ان انت تعمل اي مجهود في اي حاجه وانت مش فاهم انت بتعمل اللي بتعمله ده ليه. انك تبقى بتشتغل شغل مش بتحبه او عايش عشان ترضي اللي حواليك، بتبدا تحس ان الحياه ممله وانت مالكش اي قيمه فيها، حتى لو بتشتغل، حتى لو بتعمل حاجه، لان الروتين اللي مش على هواك بيقتلك بالمعنى الحرفي. وكل يوم بيعدي بتحسوا انك انت اليوم ده عقوبة في حياتك، انا عايش عشان اتعاقب. الحل في الموضوع ده انك لازم تقعد مع نفسك كل يوم قعدة، تكتب او ما تكتبش بس تقعد معاها كده وتحاسبها. ايه الحاجة اللي بعملها لمجرد اني بعملها بين قوسين لازم، او ايه الحاجة اللي انا بعملها لنفسي وبعملها. ابدأ رجع لنفسك جزء بسيط من حياتك. تاخد بق؟ الحاجة التالتة وهي نقص التقدير، لما تعمل حاجات كويسة وتعديها كأنها ولا حاجة لمجرد ان محدش قالك عليها اي حاجة، او لما تحس ان اللي حواليك دايما شايفين انك انت مقصر فتصدق وما تشوفش نفسك بتعمل حاجة، بيبدأ صوت جواك يقولك ايه ده، هو انا مش كفاية؟ ولما تؤمن انك انت مش كفاية تبدأ تبطل انك عايز تتحرك. ليه اتعب؟ ليه اعمل؟ جسمك بيقولك اصل ملهاش قيمه ومفيش فايده ومحدش هياخد باله ولا هيلاحظ. والحل النوت الصغيره اللي قلنا عليها، وسميها نوت او دفتر التقدير الذاتي. كل يوم اكتب لك فيها انجاز صغير، كل يوم حب نفسك فيها وشوف انت عملت ايه، اي حاجه مهما كانت صغيره، عشان تحترم نفسك اللي جواك. لو انت فاكر الفيديو. واخر حاجه عايز افكرك فيها في التقدير، ما تستناش تقدير من حد، وبالذات لو حد معين، لان الحد اللي هيقولك رايه في الحاجه اللي انت بتعملها او قد ايه شافك ناجح او ايا يكن، هو مش هيغير اي حاجه في حياتك، ولا هيطلعك اكتر ولا هينزلك، مش هيزودك. شوف نفسك انت تعبت قد ايه في الحاجه اللي بتعملها واتبسط، وما تستناش تقدير من حد. تاخد بق؟ الحاجه الرابعه المقارنه والضغط الاجتماعي. بتبص حواليك، ايه ده، كل الناس سبقوني، خلص كورس، ده خلص بيزنس،
ده اتخرج، ده فتح مشروعه الخاص، ده مش عارف ايه، ده بقى عنده كام رقم، ده بقى عنده كام اسم، وده سافر، وده اتجوز، وده فتح شركة، وده فتح بيت، وده مش عارف ايه، وده زار، وده عمل، وده. وانت بتحاول تعمل اي حاجه غير انت تقوم من السرير، وساعتها بتقول لنفسك انا متاخر، انا لسه في مكاني، انا تحت خالص، انا فاشل. بس انت ولا حاجه من دول، انت ماشي في سكه تانية، كل واحد وليه سكته، انت بس محتاج تبدا من مكانك، مش من مكان اي حد. فالحل هنا خليك مشغول بمشاويرك وباللي عندك، مش مرعوب من مقارنتك باي حد وان في حد او ماي جاد احسن مني. اعمل خطوه صغيره بس ثابته، اعمل خطوه صغيره فيها بجد تغيير يتشاف عليك، لانك تبقى ثابت على تغيير وفي حاجه حلوه بتحصل اهم بكتير من السرعه اللي هتوصل لها للحاجه اللي انت عايزها. تاخد بالك؟ عايز بقى اتكلم معاك دلوقتي في شويه حاجات نعملها رغم الخمول اللي موجود. اقنع نفسك انك هتعمل الحاجه دي ولو لمجرد دقيقتين، وغالبا اول ما هتبدا هتكمل، وانا واثق من ده، ان البدايه هي اول سلمه تكسر بيها الخمول. ايه رايك تنظف بيئتك، البيئه اللي حواليك، مش بس اوضتك ومكتبك، لا ده موبايلك والناس اللي حواليك، كله نظف كله. مجرد انك تلم اللي حواليك هيديك احساس بالنشاط والسيطره. البيئه اللي تعيش فيها متلعبكه ومتكركبه هتفضل طول حياتك متكركب. اعمل حاجه، قوم اتحرك، اجتهد، اشتغل، هتحس بقيمتك. غير كلماتك لنفسك شويه، انا مش كسلان بس تعبان، انا بس محتاج ابدا بحاجه بسيطه، انا مش احسن من حد ولا حد احسن مني. الكلمه منك بتحدد شعورك، وشعورك بيحدد الخطوه اللي هتحصل بعدها. انت لو بتتفرج دلوقتي فيمكن انت حاسس انك تايه، حاسس انك مش قادر، فما تجلدش نفسك لانك مش لوحدك، انا معاك وكلنا معاك، وكلنا في نفس الموقف او اتحطينا فيه او ممكن نتحط فيه، كلنا بنعدي باللحظات دي، بس الفرق ان كل واحد فينا بيسمي اللي جواه ازاي. فلازم تسميه صح وتعالجه صح، تبدا تطبطب على نفسك شويه، وصدقني انت مش ضعيف، ولا في حد احسن منك، ولا في حد سبقك، ولا انت كسلان، ولا انت فاشل. انت بس محتاج شويه حب وهدوء ووعي، وده اللي انا بحاول اعمله معاك دلوقتي، ان انا اثبت لك قد ايه انك انت لسه زي ما انت، والله قوي، ومفيش اي ولا خمول ولا كسل ولا اي حد احسن منك. ولو كنت شايف ان انت لسه ما بداتش، فيمكن تكون بدات بعد ما سمعت الكلمتين دول عشان هتبدا تعمل بيهم، فانت يمكن خدت اول سلمه. لو حسيت بالخمول تاني وانك مش قادر، ارجع اسمع الفيديو تاني، وعايزك تكتب لي في الكومنت جمله غريبه جدا، انا مخمول بس مش كسلان، وتكتب لي كمان ايه اول حاجه ان شاء الله هتبدا بيها. وانت بتكتبها خليك صادق مع نفسك، لان دي اول خطوه هتبدا تسترجع بيها كل حاجه كنت شايف انها مش عندك. ولو وصلت لهنا انت بجد زي الفل وجامد، وهتوصل وهتبقى حاجه وانت اقوى مما تتخيل، عشان قعدت تسمعني لحد الاخر. نيجي هنا عند نهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اكون دايما بفيدكم، وان شاء الله تكونوا دايما بخير وبصحه وسلامه. انا مش عايزك غير انك تبقى احسن، انا مش عايز في كل فيديو غير ان انا اكون بقول لك حاجه تانية تعملها تخليك احسن، تكون فلتت مني، تحس انها بتيجي وسط كل اللعبكه اللي بتحصل او وسط شغلك ممكن توقع لك كل حاجه، فتلحق بانك انت تفتكر اللي انا بقوله. معاكم محمد صالح موكا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. نحن هنا بنحاول نلحق بعض، ودايما هتلاقيني بقول لك حاجه تفيدك وتلحقك، فيلا نلحقك ونلحقنا انا كمان مش لوحدك. خدوا بالكم من نفسيكم، وصح متنساش ان انا بحبك وهفضل احبك مهما كنت شايف ان انت ما تتحبش. انا بحبك يا عم عشان انت وصلت لهنا وكويس. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد زي ده المره الجايه.